أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حوار فرانس 24 من باريس مع سيد صاحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي. سيد صاحبي عتيق، أهلا ومساء الخير. أهلا ومرحبا، تحية لكم ولقناتكم. أهلا ومرحبا. في أي إطار تأتي هذه الزيارة إلى باريس؟ الزيارة تندرج في إطار الحوار الوطني حول الدستور. معناها السيد مساعد رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد بدر الدين عبد الكافي هو المكلف بالعلاقة بالمواطن والمجتمع المدني والمواطنين بالخارج. أشرف على تنظيم هذه الاجتماعات داخل تونس وخارج تونس. جئت في هذا الإطار في إطار مناقشة الدستور مع الجالية التونسية بفرنسا. عرض هذا الدستور على الجالية، وما هي اللقاء؟ ومناقشة، عرض ومناقشة. ما هي نتائج ربما هذه اللقاءات؟ والله نقاش فيه كثير من التنوع، فيه ثراء. زوج قضايا معناها ما طرحتش في تونس، فعلا طرحت بقوة في الخارج. أولا حماية المواطن بالخارج من طرف الدولة، كيف يدستر هذه الحماية. يعني الدستور ما فيش كيف يحمى المواطن التونسي إذا تعرض إلى مظلمة خارج أرض الوطن. يعني هذه قضية احنا ما نعيشوهاش في الداخل. أنا كنت ناقش في قبلي ولا في بنزرت ولا في تونس لا تطرح. يعني المواطنين، يعني هناك مظالم تسلط على المواطن التونسي، ولكن لا تتدخل الدولة في إطار حماية المواطن التونسي، حمايته كمواطن تونسي. تصور أنت الأمريكي كي تمس في فرنسا ولا في أي دولة أخرى، معناها ثم أي غربي بصفة عامة. يعني كيف يمكن أن نوجد نص دستوري يحمي المواطن التونسي خارج أرض الوطن؟ ما هي القضية الثانية؟ القضية الثانية هي الجنسية المزدوجة. يعني خاصة المثال الصارخ اللي قدموه لنا، أنه تونسي في فرنسا متزوج بتونسية ينجب ولد، هذا له جنسية تونسية طبعا وجنسية الفرنسية، هذا ممكن يكون رئيس فرنسا. صحيح. هذا نظريا، ولا يمكن أن يكون ربما رئيس تونس. يعني احنا في الدستور اشترطنا الجنسية التونسية حصريا. يعني هذا أثار الكثير من الاستياء. وفعلا إذا كان فرنسا تسمح قانونها بأنه تونسي، واحد عنده جنسية فرنسية وهو من أصول تونسية، أن يترشح لرئاسة الجمهورية التونسية الفرنسية، فكيف لا نسمح لهذا الرجل بأن يترشح لرئاسة الجمهورية التونسية؟ سؤال. وهذا يطرح إشكال. لابد أن احنا في إطار معناها تأكيد الولاء للوطن. صحيح. يعني لابد من جنسية تونسية. لم نوجدوا مخرج من المخارج أنه عندما، لأنه مش نكون رئيس جمهورية وهو مواطن لدى دولة أخرى. السؤال يعني الذي يطرحه المواطنون سواء كانوا في تونس تونسيون وفي الداخل أو في الخارج هو لما تأخرت كتابة هذا الدستور إلى كل هذا الحد، خاصة وأنكم لم تنطلقوا من عدم؟ أريد جوابا شافيا. نحن في الحقيقة المجلس الوطني التأسيسي له 3 مهام أساسية: مهمة التأسيس وهي صياغة الدستور، مهمة رقابة الحكومة، ومهمة تقنين التشريع، مهمة تشريعية وهي كل القوانين والقروض والمعاهدات، إلى جانب مناقشة الميزانية الأولى والميزانية التكميلية، أهم القضايا القوانين اللي تعرض على العدالة الانتقالية، العفو، الوظيفة العمومية، القروض، كل الذي تعرض الجانب التشريعي، كل هذا القانون يعرض للمجلس. هناك مهام كثيرة. من البداية السنة يبدو صعب أن نلتزم بسنة، كان رغم هنا التزام وتوافق معناها تعهد أخلاقي وسياسي بين عدد كبير من الأحزاب منهم حركة النهضة على أن ننهي هذا العمل في ظرف سنة، ولكن صعب. ثم احنا انطلقنا من الصفر، انطلقنا ورقة بيضاء، بدأنا النقاش نبني الدستور. لا يوجد دستور. انطلقنا ورقة بيضاء. لم تنطلقوا من الدستور التونسي؟ من أي دستور. وكان عندنا يجي 50 دستور احنا قدمت به جمعيات وخبراء وأشخاص وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. كان في حدود 50 دستور، الى جانب الدساتير اللي قارنا بها، الدساتير الغربيه وغيرها وعربيه للاستفاده منها. يعني الانطلاقه انه نوجد توافق حول مضامين الدستور معناها جمله هذا ليس بالامر السهل. بما انك اليوم في فرنسا، هل تتفهم حركه النهضه ربما الحذر الفرنسي تجاهها؟ هل لديه موجب هذا الحذر من وجهة نظر؟ والله في الأصل لا يكون هناك موجب. فرنسا تعرف حركة النهضة موقفها من الحريات العامة والخاصة، موقفنا من نمط حياة التونسي، موقفنا من حوار الحضارات. يعني نحن كحركة زوجنا بين قيم الإسلام الثابتة والأصيلة للمجتمع التونسي وقيم الحداثة، ونقدم في تصور وسطي
يراهن على كل أصدقائنا في الخارج ومن بينهم فرنسا. فرنسا كانت دائما هي المحامي بتاع مصالح تونس في أوروبا وفي العالم. الأصل أن يكونش هناك تحفظ وحذر من طرف الجانب الفرنسي على الحكومة اللي تترأسها النهضة وفيها ائتلاف ثلاثي، وهو سر نتصور نجاح الحكومة وطرفتها هو الائتلاف هذا اللي يجمع تجربة جديدة في العالم العربي في الرقعة العربية بصفة عامة. وهذا النموذج نحب نقدموه هو أن يتعايش الإسلاميون والعلمانيون المعتدلون كلهم ليبراليون علمانيون اسلاميون قوميون في ويخوضوا تجربه حكم مشتركه. وهذا ائتلاف الحاكم ما فيش محاصصه ولا في هذا سر التجربه وفلسفه الائتلاف هو ان يكون هناك تحالف يجمع في العالم العربي هذا جديد. ولكن هذا نظريا على الميدان الواقع ربما يختلف. لا حتى في الميدان نحن الآن ائتلاف حاكم يجمع هذه الأطراف وهو تحالف استراتيجي ونحن متمسكون بهذا التحالف. معناها النموذج نقدمه فيه احنا مقاربة تعترف تتحدث عن مدنية الدولة، التداول السلمي على السلطة، التمسك بالنظام الجمهوري خاصة مدنية الدولة، احترام الحريات العامة والخاصة، عدم تغيير نمط حياة التونسي وحياة المواطن بصفة عامة. يعني هذه أهم القضايا الأساسية، استقلالية القضاء، هذه القضايا الأساسية اللي النهضة متمسكة بها، وخاصة الديمقراطية والحرية الفردية والجماعية. ثمة بوادر ربما عن انفراج. ماذا عن هذا التحوير الوزاري الذي طال انتظاره؟ أرجو منك ربما إجابة واضحة في هذا السياق. والله هو التحوير الوزاري كانت عنده زوج مقاصد أساسية. أولا تغيير المشهد وتوسيع الائتلاف بإدخال أطراف أخرى، التحالف الديمقراطي، الحزب الجمهوري، خاصة عندما اتصلنا بمكتل نيابية، أحزاب سياسية في اتجاه الثورة خادمة للثورة. حبينا نوسعوا قاعدة الحكم وندخلوا هذه الأطراف ونغيروا المشهد ونجددوا، ثم تحسين أداء الحكومة بصفة عامة. يعني اتصلنا بكل الأطراف، بالجمهوري، بالتحالف الديمقراطي، بالكتل النيابية، كتل الكرامة، كتل الوفاء. وصلتم في لحظة ما إلى طريق مسدود. يعني هناك بعض، لكن الائتلاف مازال متمسك. واليوم هناك اتفاق على إيجاد خطة منسق عام في الحكومة، على تغيير في مستوى وزارة خارجية. تم توافق الآن بشأن هذا التحوير الوزاري؟ توافق ودون أن يخرج وزير الخارجية من فريق الحكم. السيد رفيق عبد السلام سيبقى في الحكومة. سيبقى في الحكومة. من سيغادر الحكومة؟ لا، ليس هناك من سيغادر الحكومة، سيبقى في الحكومة ولكن بخطة أخرى. بخطة أخرى. لن يكون وزيرا للخارجية. طبعا هناك اتفاق أنه يعني مازال الانسداد على مستوى وزارة العدل. هناك بعض الأطراف في الائتلاف خاصة حزب التكتل. حزب التكتل بالتحديد يطالب بأن إدارة هذه الوزارة تكون بكفاءة معناها مستقلة. هما لا يشكون في كفاءة السيد نور الدين البحيري وزير العدل الحالي، ولكن مستقلة بمعنى تحييد هذه الوزارة. تحييد هذه الوزارة على التجاذبات الحزبية، ربما يقدروا له هذا في خدمة استقلال القضاء. ولكن نحن نختلف معهم في التصور. السيد نور الدين حافظ على استقلال القضاء، بل سعى إلى استقلال القضاء، ويعني لم يتدخل في القضاء ورغم ضغوطات كثيرة من الإعلام والأطراف السياسية، ولكنه حافظ على استقلال القضاء. وزارة الداخلية؟ وزارة الداخلية لا مساس بوزارة الداخلية. بوزارة الداخلية لن يتم تحييد هذه الوزارة في المرحلة. لم يطرح الأمر. متفقين أنه السيد علي العرايضي يكون. إذا التغيير الأبرز سيكون ربما تغيير خطة المكان الذي يشغله هو السيد رفيق عبد السلام. أي طبعا. ماذا أكثر من ذلك؟ وهناك الآن نقاش حول وزارة العدل. نعم. أن تبقى عند السيد نور الدين البحيري أو عند شخص آخر يكون من الشخص المرشح ربما ويتم الحديث معه قدمه التكتل. لا ما زال لم يقدم مرشح، ولكن ما زلنا في الفلسفة لأن حتى نتفق على السياسة نغير أو لا نغير ثم نبحث على أشخاص. متى من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا التحوير الوزاري؟ الأصل في قرب وقت، نتصور في بداية الأسبوع، نتصور من نهاية الأسبوع اتفاق من نهاية هذا الأسبوع بداية الأسبوع القادم. وهذه بيد السيد رئيس الحكومة، يعني مربوطة بهذه من صلاحيات رئيس الحكومة متى يعلن ومتى يقدم التشكيلة النهائية للمجلس الوطني التأسيسي. سؤالي ربما قد يكون الأخير، سؤال في سؤالين. هل تتوقع النهضة ربما نظرا لإخفاقاتها
في بعض المجالات خلال أدائها، أو أتحدث هنا عن الحكومة بشكل عام. هل تتوقع النهضة ربما تصويتا عقابيا خلال الانتخابات المقبلة، وأي استراتيجية ستتخذها خاصة أمام ثلاثة أحزاب المعارضة الذين شكلوا جبهة موحدة، ما يسمى بترويكا المعارضة لخوض الانتخابات المقبلة؟ اولا ليس هناك اخفاقات، انا في تصوري هناك بعض الاخفاقات، وهناك مكاسب، هناك نجاحات، بعض الاخفاقات، ولكن هناك مكاسب. والنهضه بدورها تعترف انه ثمة بعض الاخفاقات. طبعا الكمال لله، ثم كل تجربه جديده، هو كل تجربه سياسيه لديها بعض الاخفاقات، اما المكاسب كثيره، النجاحات في الاستقرار، في الأمن، في التشغيل، هناك كثير من في الحريات، دعم حرية التعبير، حرية الإعلام، هذه كلها هذه فيها كثير من النجاحات. يعني ربما العدالة الانتقالية، المشكلة على العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية هناك مشروع قدم للمسلسل سيناقش قريبا، وشاركت فيه كل أطراف المجتمع المدني، وهي التي ساهمت فيه، وتأخر قليلا ولكن سيناقش. أنا أقول هذه تجربة، نحن ورثنا إرث كبير 60 عام من الاستبداد والفساد المالي والحيف الاجتماعي والتفاوت الجهوي، وفقر البلاد وأدى إلى انتفاضة الشعب. يعني هذه كلها التراكمات في المجال الاجتماعي والاستبداد والقمع والفساد كلها تحسب ولكن لا الشعب متفهم. أولا الشعب متفهم اللي مشاكل 60 سنة لا يمكن أن تحل في سنة. الشعب يثق في هذه الحكومة، وحكومة نظيفة، حكومة مناضلين فيها كفاءات، ولكن صعوبات كثيرة، صعوبات نصف قرن لا يمكن أن تحل في سنة. وهناك أطراف تعيق، والشعب واعي بهذه الأطراف. وأنا أقول الشعب سيجد لا يخيفنا. نتصور شعبيتنا نحن لا يمكن أن يقف أمامها لا نداء تونس ولا التحالف الثلاثي الجديد، هذا الاتحاد مجال تونس، ولا يقلقنا. احنا التحالفات هذه لا تقلقنا، هذه التحالفات الناس احرار ان تتحالف. احنا ترويكا في الحكم، هناك ترويكا في المعارضه، ليس هناك اي خلل. سيد صاحبي عتيق، رئيس كتله حركه النهضه داخل المجلس الوطني التاسيسي التونسي، شكرا جزيلا لك. ختام برنامج حوار فرانس 24 مشاهدينا الكرام، شكرا لكم انتم والى اللقاء.